السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ أخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عشاق الرز البسمتي، الرز البسمتي أكلة عربية خليجية تفحى آخر حاجة. الرز البسمتي أهو بفلفل، ولسه حالا مبهراه، يعني لسه غرفاه قدامكم اهو. هنعمله مع بعض النهاردة في يومنا حبايب قلب حسناء. بحبكم كتير يا احلى ناس في الدنيا. الرز البسمتي حبايه من حبايه ومفلفل اخر حاجه. خطوات وتركات لكل عروسه حبيبه قلبي. اتفضلي يلا النهارده هنعمل مع بعض الرز البسمتي اللي الكل بيحبه. منوعات حسناء، فيد واستفيد، وكل سنه وانتوا طيبين. يا رب يتعاد عليا وعليكم ايامنا بخير، مسلم ومسيحي. يلا بينا النهارده عندنا احلى روتين. اتفضلوا معانا وقولوا بسم الله وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على خير من خلق، سيد الخلق سيدنا محمد. ألف صلاة عليه. يلا تعالوا الفيديو كامل عندي على قناتي منوعات حسناء على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمبري اوعى الجمبري يعضك. الجمبري طاقة فوسفورية عالية ما اقولكوش. هننور النهاردة. هنعمل مع بعض روتين حلو. احلى رز بسمتي حبايب قلب حسون. احلى شوربة هتعمليها جوه الجمبري وتخبيها، ومعانا لقمة هنية هتكفي 100. عندنا النهاردة روتين طاقة إيجابية، والفيديو كامل زي ما انتوا شايفين هنا على القناة. يلا تابعيني. وأحلى مانجا هنعملها كمان. لو عملنا المانجا ما تنسيش الطبيعي يكسب. منوعات حسناء، صحة وهنا مني ليكم أنا. اللهم أمين يا رب. السعادة والهنا للجميع. يلا فيديو حلو. ابدأي وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده عندنا روتين حلو قوي. الجمبري، ايوه الجمبري بكل خطواته وتركاته وحركاته. كان نفسي اصورها معاكم. اللي حصل كالاتي: الكهرباء قطعت. طبعا احنا بنجيبه وننضفه، وهكاتبالكوا كل حاجه بحذافيرها في صندوق الوصف. ليه؟ عشان تبقوا عارفين وفاهمين كل حاجه. الجمبري حبايب قلبي انا جبت فلفل وجبت بصل وجبت طماطم، وعملت له احلى شوربه زي ما انتم شايفين، وروقت عليه. انا دلوقتي هكلمكم واقول لكم ايه اللي حصل. بس الكهرباء قطعت صدقوني. عملت النهارده كمان حبايب قلب حسونه رز بسمتي اخر حاجه، وده موجود بالتفصيل ان شاء الله. حبيبه قلبي انا النهارده ممكن انت تشويه، وممكن حضرتك ان انت هتجيبي جريلا زي دي، وهتجيبي بقى ايه مكعب زبده حلو كده، بس تسيبيه يقدح خالص، او زي ما بيقولوا كده يسخن. حلو الكلام. وهنجيب حبايب قلب حسونه مع بعض كده طماطمتين وفلفلتين اخضر او احمر اللي يعجب حضرتك زي ما انت شايفه كده. حلو الكلام. طب هتعملي فيه ايه يا حسناء؟ انا بصراحه هشويهم كاني هشويهم بالتحمير. ماشي. معلقه الزبده اهي بتفك معايا. وطبعا الجمبري بكل تفاصيله بكل حركاته بكل تركاته هتلاقوني بتكلم عنه وكاتبالكوا عنه على المنتدى وعلى صندوق الوصف. سامحوني لان انا كانت الكهرباء قطعت، فكانش ينفع ان انا استنى. ما كانش ينفع خالص ان انا استنى. هبدا دلوقتي ايه زي ما بيقولوا كده انشله من الشوربه واديله تحميره حلوه عشان يبقى طعمه حلو، لان ولادي عايزين يشربوا شوربه. ادي الجمبري بتاعنا اهو حبايب قلب حسونه. هننزل حبايب قلبي بالزبده بتاعتنا اهيت، وهننزل بالفلفل بتاعنا والحاجه بتاعتنا الاول. طبعا احنا عاملين بالشوربه كل حاجه زي ما انتم شايفين. انا بقى هعمل الجمبري بتاعي كده هديله ايه طشه كده هتعجب حضراتكم قوي. بصوا هنديها بس كده ايه لون. حبيبه قلب حسونه كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم بقى؟ تفحى اخر حاجه. معايا معلقه صغيره من الثوم. ايوه من الثوم. حلو الكلام. هنديها بس تقليبه صغيره كده اهو. شوفوا بقى كده مقولكوش الريحه تفحى. هنبدا نضيف
الجمبري بتاعنا. كده انا ضفت الجمبري بتاعي يا حبايب قلب حسوني، تفحه 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 يا ناس، الريحه ما اقولكوش. شايفين؟ وادي الشوربه فيها دسمتها وفيها حلاوتها وفيها كل الحبشتكنات بتاعتها، وبيتحمر زي ما انتم شايفينه كده، زبده وسنه ثوم، وادي الرز البسمتي. ايه رايكم في يومنا النهارده؟ الجمبري اوعى اوعى الجمبري يعضك. تمام حبايب قلبي، صدقوني كل ما يفيد الجمبري هقولها لكم في صندوق الوصف، وما تقلقوش هقوله لكم ان شاء الله كمان في الفيديو. بحبكم كتير. ايه رايكم؟ الجمبري الجامبو طماطمايه بقى وفلفلايه ما اقولكوش، التومه ريحتها ما اقولكوش خالص. يلا جهزي الليمون وحبه مخلل وزيتون، وشوفي بقى ما اقولكيش. في ناس بيعملوا جنبها بالشوربه دي ملوخيه، صح الكلام؟ اللي حابب يعمل معايا كده يتفضل عليه. الف هنا وشفا. وكده حبايب قلبي الجمبري بتاعي بعد ما اديته التشويحه اللي انتوا شفتوها، زبده فلفل طماطم زي ما انتوا شايفين كده، سنه توم. حلو الكلام. يلا كده جهزي، انا عندك دلوقتي الليمون وده المخلل بتاعك، وكيس فيه عيش، والشوربه بتاعتنا بتاعت الجمبري، وده الرز البسمتي. يا رب بالسعاده والهنا مني ليكم انا. يا رب يومنا يعجبكم ودمتم بألف خير وسعادة الدنيا. قولوا امين. احلى رز هتاكليه وهتدعيلي، احلى شويه شوربه هتدعيلي عليهم. والله زيتون وليمون، بس انتوا تابعوا فيديو الزيتون والليمون. جمبري اخر حاجه، تفحه بالليمون. يلا يا حلوه انت وهي، ما تنسيش وانت معديه تذكري الله، هتطلع حاجات حلوه كتير. دمتم في سعاده وهنا، اللهم امين. بحبكم كتير يا احلى ناس في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين. بحبكم كل سنه وكل لحظه بصحه وعافيه. هنعمل مع بعض الرز البسمتي. الرز البسمتي كلكم شطار وعارفينه، هنعيده بقى للبنات اللي لسه داخله المطبخ جديد. كل كوبايه رز بسمتي على كوبايتين ميه. انا هعمل 4 كوبايات رز، يعني كل كوبايه 2، اضرب 2 في 4. حلو الكلام. ادي الميه قدامي اهو، حطاها في الشفشق ده، وكوبايه ميه كمان اهي، وكل كوبايه رز اقل حاجه معلقه زبده، وحاجه بسيطه من الزيت عشان الزبده ما تحرقوش. حلو الكلام. هتغسلي الرز بتاعك وتتاكدي من غسيله، ممكن مده ما تتجاوزش اكتر من ربع ساعه، ما تنقعهوش، انا مش هنقعه. حلو. هنعمل ايه بقى يا حبيبه قلبي؟ اول حاجه معانا ورق لوري، معانا لومي، ومعانا بودرة زعفران، او معانا الكاري، او معانا كمان اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام قرنفل، معانا عودين من القرفة الخشب، معانا حبيبة قلبي مستكة، معانا حبيبة قلبي 3 حبهان. يبقى معانا قرنفل، تمام، القرنفل اللي هو الخشب، ومعانا حبيبة قلبي كبابا صيني، ومعانا مستكة، ومعانا قرفة خشب، ورق لوري، معانا لومي، بودرة زعفران، معانا كاري. هننزل على طول على البوتاجاز بتاعنا نسيح الزبدة، وانا حاطة بسيط من الزيت طبعا عشان الحلة تبقى ايه فيها طراوة شوية. وادى الرز بتاعي انا غسلاه زي الفل، وقول لي كل كوباية رز عليها كوبايتين 2 من المية، نفس الكوباية اللي هتشتغلي بيها. يلا بينا كده على البوتاجاز، هنعمل احلى رز بسمتي. حبيبة قلبي الرز البسمتي من الالف للياء، تعالي واذكري الله. اول حاجة حبايب قلبي الزبدة بتاعتي سايحة ونايحة، سخنة نار يا حبيبي نار. هنزل بالتوابل بتاعتي حبيبة قلبي كلها ما عدا الملح، طبعا انا ذكرت كل التوابل ما عدا الملح بتاعي. حلو الكلام. هنبدأ بس نديهم تقليبة صغيرة كده عشان الريحة مع الزبدة كله يتفاعل اهو. الريحة طلعت، مش عايزة اقولك بقى تفحة. اخر حاجة هنزل حبيبة قلبي بالرز بتاعي اهو، بسم رب العالمين. تمام. هنبدأ نقلب تقليبة حلوة اهو. وده الرز بتاعي بعد ما قلبته تمام التمام. طبعا انا ما قلتش معايا الملح بتاعي، الملح بتاعك انت حسب ايه
رغبتك خالص، يعني تحطي حادق تحطي دلع براحتك انت. كده انا ظبطت الملح بتاعي اهو. هبدأ حبيبة قلبي اضيف المية كوبايتين 2 مية على كوباية رز. تمام تمام. وكده انا ظبطت المية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، اللوبيا اهوت وورق اللوري والقرنفل وطبعا الحبهان. وكده الملح بقى بدأ يدوب اهو. اسيبه بقى يا حبايب قلب لغايه ما اول ما يغلي يتشرب اوطي عليه. بياخد اقل حاجه من 25 دقيقه لنص ساعه على حسب نوع الرز بتاعك، بس انتي بعد 20 دقيقه هتبص عليه معاكي يبقى 25 دقيقه. شايفين؟ تمام. اسيبه بقى لغايه ما يغلي حبيبه قلبي ونوطي عليه. كده الرز بتاعي اتشرب زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله كمان زاد. هنبدأ نهدي عليه خالص من 20 ل25 دقيقة، وابدأي بص عليه. خد منك اكتر يبقى 30 دقيقة. حلو الكلام. احلى رز بسمتي هتعمليه وهتدعي لي. يا رب دايما الصحة والهنا مني ليكم انا. ما تنسيش وانت معديه اذكري الله، هتطلع حاجات حلوة كتير. منوعات حسناء. يا رب السعادة والهنا مني ليكم انا. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا.